الشحنة وأهميتها رسم لها البارون خطة لتأمين مسارها، أين وظف كشافا يسبق الشاحنة لرصد أي حاجز أمني لإنذار سائقها. وليصرف الكشاف الشبهة عنه أشرك زوجته في العملية التي رافقته طوال الرحلة، واللقاء كان مع الشاحنة في الأغواط. كسما انايا واش دايريني كي عرفني بهم واحد كان يسكن عندنا في نواره، راك معايا، كانوا يخدموا مع هذه الاضروب وهذه الامور هذه ولا ماشي على بالي، يخدموا الزطله، يخدموا الحب، يخدموا الدواء، يخدموا الحمراء، يخدموا كلش، يخدموا الكوكايين، يخدموا كلش، يجيبوا فيها من تمرست، يجيبوا فيها من تمرست. هذا يقولوا له الحاج، هذا اللي يهضر معايا في الواتساب، نفتح لهم من الاغواط للجزائر بالجولف، يقول لي خرج الاغواط او كاميو بيثم، يقول لي تلقى الديوانه، ما قول لي الديوانه وخلاص، عيط لي هو، يعيط للشيفور يقول له احبس، ولا يعيط للسعيد هذاك، السعيد هذاك يعيط للشيفور، لحقوا هنا البيرتو تا ونروح. يتلاقاو في الطريق بالاخرى، مشي لي ساد يقول لي راني قدامك هاو التليفون بيناتنا مع المرا تاعو، ملي يروح ما يروح لقى التليفون براك هكا روطه نمشي اقتل في الطريق. رحنا جيت الغواط من كان يهضر مع واحد اسمه الحاج، هذيك الزوجه نتاعي ديتها معايا انا اخويا باش من كما نقولوا في الطريق ما يدوهاش فيا باللي انا اللي راني نمشي من قدام الكاميو برا. النفق المظلم الذي توغل فيه هؤلاء لم يكن بالمجان، بل لجني أرباح سريعة وطائلة تصل إلى 120 مليون سنتيم على كل عملية. ورحلة بالسيارة لزوجين من الأغواط إلى العاصمة تدر 40 مليون سنتيم. يعطيني هذاك السعيد 40 مليون، 40 يعطوني فيه 40 مليون، وخطره عطاني 20 مليون. هذا الشيفور يدي في 120، داها قدامي خطره، داها قدامي انا، عطاني 40 وهو عطاه 120 هذاك السعيد. شرا اودي وشرا غولف، قال لي نشريتهم لك كي تجي لي يقول لي شريت لك. وصل الكشاف والشاحنة إلى العاصمة، نهاية المهمة، إلا أن مكالمة هاتفية من المكن الحاج غيرت المسار. الوجهة الجديدة غرب البلاد، ولاية وهران، لإغراقها بالسموم. انطلق السائق بالحمولة، غير أنه حدث ما لم يكن في الحسبان، حادث مرور على مستوى وادي الريو بغليزان أخلط أوراق العصابة ودق ناقوس الخطر. لحقت هنا عالجي قال لي روح الوهران، رايح الوهران بت في شفا، ورحت صارت لي الاكسيدون في وادي الريو شويه 9 تاع الصباح. غدوه جويه العشرة ولا ال11 عيطوا لي، انا في الجزائر ندور، عيطوا لي قالوا لي لازم ترجع درك تروح تشوف لنا الكاميون هذا دار اكسيدون في وادي الريو. طلعت انا لوادي الريو لقيت الكاميون صح داير اكسيدون، كنت جاي مروح، قال لك روح شوف الكاميون اسكت قاس صح ولا داوه. وليد عيط لي قال لي وجايك خويا بالطوموبيل، خو اسامه، قال لي يرفدك، جاني باودي بيضاء، اودي جينا اساس مروحين. عيطت في خويا قال لي روح لي للجزائر، لحقت لهنا كيما جيت الجزائر لهنا عيطي قال لي الشيفور راه تقاص، رحت انا نيتي انا راح نجيب فيه ودر هي وجيت شلف منها، هزيت معاه ثم وجيت مروح ديرت المسيله. تغيرت الخطة وتم إعادة السهريج إلى العاصمة لإخفائه في أحد المستودعات بحي المحمدية بولاد الشبل. الرموركه كلاو لها تراكتور والكاميون خلاوه ثم لمقيوس، لقاو عندي المفاتح تاع لونغار، لا خاطر انا اللي دخلته الكاميون، قالوا لي انت اللي لازم تفتح، دوكا يجيك واحد يعطيك المفاتح وروح افتحه. بعد إخفاء السهريج وفي حدود الساعة 2 صباحا يلتقي أفراد العصابة على مستوى موقف سيارات مطار هوري بومدين لتوزيع المستحقات المالية.